شركات التسويق العقاري بتصرف فلوس كتير جدا على الحملات الإعلانية اللي بيتفاعل وبيخلص 10% بس من الكامبين. هقول لك على 6 حاجات تعملهم وانت بتكتب الإعلان ترفع النسبة دي ل 70 و80%. أول حاجة، العنوان الصح هو اللي يخليك تتخيل الوحدة. بدل ما تكتب وحدة فاخرة للبيع، اكتب وحدة فاخرة بإطلالة على النيل مباشرة. تاني حاجة، التفاصيل هي اللي بتوفر وقتك ووقت العميل. ما تكتبليش بس 3 غرف، اكتب لي 3 غرف واسعة، الرئيسية بحمام خاص. قول لي كام أوضة، قول لي المساحة كام بالظبط، بحري ولا قبلي، بالمطبخ والتكييفات ولا لا، طب ليا باكية في الجراج. كل معلومة بتقولها بتوفر عليك مكالمة وبتجيب العميل جاهز عنده نية الشراء. يعني التفاصيل هي اللي بتبيع. رقم 3، اللوكيشن زائد الصور نص البيعة. يعني شقتك فين، جنبها خدمات ايه. رقم 4، الميزات الحصرية. ايه بقى اللي عندك مش عند غيرك. المميزات دي بتبرر السعر وتسرع اتخاذ القرار. يعني عندك نادي صحي، الكومباوند الوحيد في المنطقة بنظام الطاقة الشمسية. رقم 5 بقى، العروض والأسعار. محدش هيتصل لو مش عارف هيدفع كام وازاي. حط خطط دفع مقدم، لازم عرض يشجع العميل انه ياخد خطوه. بعد ما يشوف الاعلان هيعمل ايه؟ قول له اتصل بينا، قول له نحدد ميعاد للزياره، قول له العرض محدد بوقت معين. طبق ال6 قواعد دول وانت بتكتب الاعلان وهتشوف الفرق. اللي انت شفته ده كان جزء من خطه تسويق عقاري على اي بروكر. تابعني وكل يوم هقول لك معلومه عقاريه.